جبت بطيخة وطلعت مسخة، قطعيها مكعبات وشيلي منها البذر وحطيها في الفريزر. هاتي بقى الخلاط بتاعك وحطي فيه شوية تلج، ونروح بقى نجيب البطيخ بتاعنا اللي احنا حاطينه في الفريزر وشايلين منه البذر، هنحطه طبعا في الخلاط مع التلج. احنا بنراعي ان احنا مش حاطين مية خالص، كله تلج، لان احنا بنعمل سموزي مش عصير. وهنا انا عندي عسل محلية بالعسل، طبعا مش لازم، انا عشان عندي الواد بيحبوه متوفر عندي، حط عليه سكر مفيش اي مشكلة خالص. بس حقيقي حاجة سهلة وبسيطة وهتعمليها لولادك هيحبوها في الجو ده، وجميل جدا. شوفي بقى احنا بنجيب بره السموزي في الكافيهات بكام، جنب كمان ان انت بتعملي في البيت حاجتك بنظافة وضامنة ولادك بيشربوا ايه وانت بتشربي ايه. حطيت معلقة جيلي فراولة، طبعا بيديها لون حلو قوي ونكهة حلوة. مش حاطة باكو بحاله، ان الباكو كامل ممكن يبوظ لي طعم البطيخ، احنا عايزين طعم البطيخ يبقى فيه. معين بقى كده صوت التلج، صوت التلج لوحده منعش، وايه اديله اد كده على رأي ام خالد، حاجة تحفة. عندي الولاد ادمنوه خلاص، عايزين يشربوه كل يوم. يلا بقى لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، وبألف هنا.